وشو بحبك يا لبنان، هيدي كلمة كتير بنسمعها من شخص لكل متابعي الانستغرام، الفيسبوك، كل السوشيال ميديا، او حتى لينكس بتوصل لعنا عبر الواتساب. حدا عم بيصرخ ويقول بجنون شو بحبك يا لبنان. مين بيكون؟ اكيد جيلبير ابو شعر، المغامر ومؤسس لبنان هيفن، يلي بيتنقل من منطقة لمنطقة، من قمة لقمة، من جبل لساحل لهضبة لزاوية بلبنان، ليشممنا ريحتها، يسمعنا صوت خرير ميتها وزقزقة عصافيرها بكل مناطق اللبنانية. غرامه عن جد غير مسبوق وجنونه بلبنان له أكيد أسباب، بدنا نتعرف عليهم أكثر اليوم مع جيلبير أبو شعر. أهلا وسهلا فيك باستوديو. يعني أنا عملت مثل ما بيقولوا فرنساوي جفادي ما إدي بيتا حتى وصلك لهون، ميرسي إلك حتى نقدر نتلاقى فيك اليوم ببرنامج النور معنا. اليوم جيلبير أول شيء أهلا وسهلا فيك، نورتنا. اليوم نحن بموسم جديد، لأنه في كتير من المغتربين ومن الأشخاص اللي بيجوا سياحة كذلك على لبنان. جيلبير، أنت دايما جاهز بلبنان هيفن، شو ما بدهم يعرفوا عن مناطق ناس هيك تنكش شو في بلبنان، ليشوفوا قديش أشياء حلوة بدهم يشوفوها بوجهك وبعيونك. خبرنا ليش كيف وصلت لهون؟ كيف وصلت لهالحالة؟ لأنه جيلبير أنت حالة، يعني بتخلق من انت صغير عندك حب للوطن، عشق عشق عشق، بتكبري بهالوطن، بتكتشفيه شوي، بعدين بتصير تحبيه أكثر وأكثر، بعدين بتضطري بظروف معينة بتخليك تسافري، بتصيري ماشي عندك شيء هوس، هو تشوفي لبنان، بتحضر لبنان، بترجعي وبتفجري هالموهبة. أنت سافرت، اغتربت. سافرت تقريبا اغتراب، بس كنت ضل هون. ما كنت قادر، حتى هلا اذا بروح جمعه، كنت اذا بدي اسافر جمعه، هلا اذا بروح على المطار بحس حالي انكشس، مش قادر اسافر. بحب لبنان. بدي هيك ندوق شوي المشاهدين قسم صغير من يلي منشوفه من خلالك عبر الانستغرام، لحتى هيك نتذوق شوي قبل ما نكمل حديثنا ونعلق اكثر على الموضوع. دايما بيجي مع عالم، بتعرف شو بيقولوا لي؟ اللبنانيين مش بتحبوا لبنان. شو؟ انتم مغرومين بلبنان. نحن مغرومين بلبنان. قولوا لي جيلبير، ليش بتحب لبنان هالقد؟ شوفوا ليش. لما بنقول لكم لبنان جنة، بنكون عم نحكي عن هيك جمال. شوفوا شلالات أفقع. وهلا أنا بالعقورة، بحيرات العقورة وراي، ليك شو حلوين. حرارة 2 تحت الصفر. دايما بحب وصل صورة لبنان الحلوة من كل المناطق بلبنان، عم حاول. هيدا لبنان. مزارك شردبيان. لبنان 3 تحت الصفر، جليد. احنا مباشرة تحت الثلج. حبك يا لبنان. شيء خرافي مش طبيعي. معكم جيلبير من صفحة لبنان هيفن وزرف لبنان. أنا بمنطقة كتير حلوة، أنا هلا بعيون أرغش. أنا موجود هلا بالأرز بشري، عندي ارتفاع 2000 متر. الله أعطينا نعمة، أعطينا أجمل بلد بالعالم. أرزن بارود، حبك يا وطن الغالي، حبك يا لبنان. عيدوا وانتم بخير ولبنان. نيتا وليوني بناتك الله يخلي لك اياهم، دائما بنشوفهم معك وبتحب انه تنقل لهم هالمحبه وهالغيره على لبنان. كيف تعمل؟ يعني العالم عاده نحن يمكن اوقات بنشجع اولادنا معلش ما تزعلوا، هلا عم نتعذب هون، بس بكره انتم بدكم تسافروا وبتعيشوا حياه احلى من هون. شو بتقول لهم لبنيتا وليوني؟ نحن كنا برا ورجعنا وباقيين بهالبلد، مثل ما هلا رح يمرق فيديو، نحن جذورنا من هاي البلد وباقيين بهالبلد. حب، يعني كيف بحب بناتي، بحب لبنان، وبدي اياهم مع بعضهم يبقوا بهالبلد. حدك معك دايما. بنيتا وليوني يعني قصة ثانية، وهلا صار يحبوا أكثر ويتحمسوا أكثر ومبسوطين. حتى من يومين كنت محل بتصل علي مدام قالت لي أنا متابعتك، بدي أسألك سؤال، كيف مخلى بناتك هالقد يحبوا لبنان؟ أنا عم بعمل مستحيل، ما عم بقدر. ما هيدا اللي عم حاول أسألك إياه. كيف؟
ما بعرف، يمكن بيشوفوا قد ايه انا مبسوط محمس عم خبر عن لبنان، هن بيتحمسوا. هلا مثلا ليوني بنيتا بتلاقيهم هن لوحدهم بيخبروا. هن في يا ريت هلا كان في فيديو، بس في فيديو كثير حدا ليوني محمسه اكثر مني. هلا صارت ليوني بتكون محلات ماشي بشوفوا العالم، مش انت بحبك يا لبنان، انت محمسه بتحب لبنان، سمبول صارت رمز. يعني حتى صارت هلا بكل الاعياد بتقول بحبك يا لبنان. يعني اذا بتقول لها هاي كيفك عايده انه بتقول لك بحبك يا لبنان، عيد الامهات بتقول لها لا ما بحبك يا لبنان، عيد الاباء بتقول لي بحبك يا لبنان، عيد ميلادي طلعت فيه قالت لي بحبك يا لبنان. شو حلو شو حلو. يعني قديش هيدي امثله لكل اهل بكل بلاد العالم، للمغتربين وللمقيمين بلبنان، لكل اللبنانيه انه يعرفوا يوصلوا لبنان اذا هن حبوا لبنان. ما هي يعني انا بشوف انت حبك للبنان، يعني هن لما الاولاد بيشوفوا الاهل بيشوفوا قد ايه بحب لبنان، قديش عم بركض للبنان. 3/4 العالم تلاقيهم عم بيشكوا همهم، عم بينقوا كل شيء. شو هالوضع؟ الوضع مش منيح بلبنان. زرع الارزه، خبرنا. ايه هون كرمونا، زرعنا ارزه بلبنان. كنت عم خبر بنيتا وليوني هون انه نحن جذورنا من هالارض وباقيين بهالارض. يعني شو حلوه هالارزه انزرعت على اسمنا. قلت له عم بقول لهم هون انا بكره بكبر بيجي انا وياكم بنشوفها، بيرجع بالمستقبل انا بكون فليت، بيجوا هن واحفادنا. ارزه بتخبي هون جيلبير. الله يخلي لك اياه هون. كثير ما بعرف تاثر واحد بالتعلق بين لبنان واولادهم. هيدا الشيء بيعيشه كل مغترب هلا اليوم، عم بيجي بيزور لبنان بمناسبه عيد الميلاد، بمناسبه عيد راس السنه، بيجوا بعيدوا مع عيالهم. صار لهم فتره بعاد عنهم. هيدي العاطفه الكبيره اللي عندك عن جد. نحن وكثير يمكن ناس هلا رح بيشوفوك ورح بيحسوا بغيره، رح يغاروا منك، لانه كتار منا عم بيفقدوها شوي شوي للاسف. وهيدا شيء بعرف انه بيقهرك، ومنشان هيك يمكن طلعت الفيديو. انتم يا لبنانيين ما بتحبوا لبنان، بتنقصنا صراحه. انا نزلت انه ليش جيلبير عم بخلوني يقولوا هيك، اكيد مش رح تقول لهم هيك. انتم مغرومين بلبنان، وهيدا الشيء اللي عم نشوفه عندك والحقيقه عم بتخلينا نحب لبنان من خلال الفيديوهات اللي عم تنقلنا اياها، من خلال الرحلات اللي عم بتنظمها على كل المناطق اللبنانيه. وحلو عندك انه لبنان بالنسبه لك هو لبنان اللا طائفيه، لبنان هويه الارض، هويه المي، هويه الطبيعه. خبرني شوي كيف اكتسبت هالنفسيه هيدي اللي عم تنقلنا اياها من لبنان لكل العالم؟ ليك اول شيء انا لما كنت عايش برات لبنان كنت ميت، كنت اعتبر حالي ميت مع انه كنت مرتاح ماديا كل شيء. كنت ميت، كنت عم بعد الايام قديش بعد عندي. انا هون بحس حالي قد ايه بعد عندي تخبر عن لبنان ومبسوط بلبنان. انا عايش، انا هون عايش. يعني ما حدا بيعرف عن قصه المغتربين. انا بيجي ناس معي مغتربين هن ومعي وعم بشوف لبنان بتضل عم تنزل دمعتهم، غصه كيف بدهم يسافروا. العالم بيقول لي على شو اغتربوا؟ ظروف، هيدا الظروف، هيدا ظروف البلد. ظروف البلد عمره 3000 4000 سنه، يعني بينحكى عنه دائما. في ناس مضطره تسافر تقدر تامن عيشه، وخاصه هلا عن جد بعد اللي صار معنا. المغتربين هن كثير كلهم ساعدوا اهلهم بلبنان، وكيف نحن مكملنا. في ناس كثير كان اهلهم عم بيساعدوهم. هلا انا رجعت قتلت ورجعت قرار خلص، وخسرت كثير، بس انا بقول لهم انا عايش، انا عايش. بشو عايش؟ من خلال شو؟ بلبنان. يعني جذور. يعني انا وقت احط اجري بلبنان بحس بتعطيني قوه، بتعطيني باور، بحس حياه الايف انتعاش. يعني هلا بكون اذا متضايق بطلع بروح على محلات بحبها، على الطبيعه، بمشي بطبيعه لبنان مختلفه عند برا. كثير حلوه الطبيعه، بس نحن هون الارض عندنا فيها بركه بتعطيك قوه. شو يعني خاصه البركه حلوه. يعني بتحس حالك مبسوطه بدون سبب. يعني انا حتى بكون اوقات معي ناس بيكونوا معي بقول لها هالقد بتحب لبنان، نحن مغرومين بلبنان. الطريقه اللي بوصل لهم اياها في تورات بعملها يمكن 3 مرات بالجمعه، بمرق بذات المحل. بيقولوا انت اول مره بتمرق بهذا المحل؟ بقول لهم لا، انا كل 3 ايام، بس كل يوم بمرق بشوفه اجمل واجمل. انا بيسالوني كم نهار مثلا بده لبنان تنشوفه؟ بقول لهم بده 365 يوم، لان كل يوم لبنان بتشوف فيه نظره مختلفه، وحتى بنهار واحد فيك تشوفي 4 فصول فيه. وهيدا الشيء عم نشوفه، عم بتفرجينا
هيك صور بنفس النهار، ان كان من الجبال ان كان من البحر. هيدا الشيء يلي يمكن بيستقطب العالم اكثر، انه شوفوا كل المناخات الطبيعيه بنهار واحد، ان كان من السواح او من المغتربين. وقت اللي بتتلاقى بمغتربين بيجوا بيقولوا لك نيالك عيش هون، شو بتقول لهم؟ رجعوا حياة منا هينة، مثابرة، بدكم تآمنوا انه بدكم تكملوا صعاب، في صعاب كتير، بس هي اتس اباوت يو، انت شو بدك اي بليف ان ماي سيلف، اي بليف انه انا اي كان دو ات، اي ديد ات، وطاير الحمد لله. بس حياتك منا هينه، متعبه. اكيد بشغلات 18 ساعه بقول لهم بشتغل، لانه خاصه عم تعمل هيدا التور كله، عم بتسوق اول ما بتسوق 300 400 كيلومتر، بذات الوقت عم كون عم برد على السوشيال ميديا، انا مستلمها كلها اوفر شي، عندي 400,000 متابع اول اوفر ذا السوشيال ميديا، انا برد عليهم كلهم شخصا. هيدا الشيء بيميزني. تقريبا بعرف كثير ناس بيكونوا بيحكوا لي، عم بتلاقي فيهم انا هيك بقول له انت هيك حكيتني هيك، بينبسطوا. هيدا شعور حلو. فيها العلاقه الشخصيه مع كل شخص عم بيتواصل. اكيد. هذا متى من يومين رحت على طرابلس، هيك عم صور كنت عند طرابلس، قلت له رايح على طرابلس، اجينا ناس كثير من طرابلس وركضوا معي حاملين العلم اللبناني تيقولوا لي انه بحبك يا لبنان، جايين معي بس يقولوا بحبك يا لبنان. وللاسف يعني بعد ما مشيت كنت تاخرت على كثير ناس قالوا ليش ما حكيتنا؟ قلت له انا حطيتها بس ما فيك تحطيها بوست، حطيتها ستوري. طيب جيلبير، اذا هلا بقول لك نحن هلا بمنطقه الدوره بالاستوديو، وهلا انت هيك حاسس بدي عده حالات اقول لك اياهم، اذا حاسس انه قلبك فارغ وبدك هيك تحس بشويه ايمان ورجا بقلبك، وين بتروح؟ بروح بمشي بالطبيعه اكيد، وبطلع طلوع. في اجمل تكوني تحت وتطلع طلوع، بتطلع جو، بتتعبي بس اخر النهار بتحسي حالك عملتي انجاز. مشيت بطبيعه لبنان يلي مثل ما قلت بتعطينا بركه، بتعطينا قوه، بنبسط كثير. يعني حسب وين بكون مقرر، خاصة تكون في شي شلال نهر. هلا محل هيك عزيز على قلبك وين؟ لبنان كله 10,452 كيلومتر مربع. ما في محل بس نضيعك بنلاقيك فيه؟ هلا من زمان كانوا لما يضيعوني يقولوني بالقرن السوداء ضل بالقرن السوداء. بحبها، كنت بحب اطلع هيك ايه، لانه كنت ما بعرف، كنت حاسه شيء. حتى في فتره كانوا يضيعوني كنت كون بمحابس حردين كمان. ايه مش بعيد يعني. حتى بنزل اوقات على تيك توك، هلا انا على فيسبوك ما بنزلهم كله، على تيك توك بنزل 3-4 حلقات. كنت من يومين مرقت فبقول له هونيك هيك عند ابونا يوسف صالح. ابونا يوسف اكيد. ايه اكيد. الاب المعمر. كل فتره لما كنت عايش برا كنت كل ما اجي على لبنان 3-4 ايام بروح اقعد انا وياه هونيك بالمحابس، نعمر، نحكي، نبرم. كان شعور حلو هونيك، في سلام، في سلام. هو ابونا يوسف قصة كبيرة، قصة كبيرة، قصة كبيرة. فتحية له أكيد ومنعايده اليوم. إذا إجاك ناس قالوا لك ما بنعرف، فرجينا لبنان وعندنا نهار واحد، وين بتاخدهم؟ لك حسب هن شو وين بيكونوا رايحين. يعني بده يروحوا على محل واحد بدهم يشوفوا فيه كل لبنان، وين بتاخدهم؟ هو لبنان نعمل لك هو صغير وكبير، فيه كثير أماكن. يعني اوقات ما بقدر اشرح، طب ما نزعل حدا، بقول له ما طب نزعل حدا. طيب محلين ليك هلا نحن كلبنان، هلا عم بيجوا الناس عم ناخذهم يعني جعيطه، حريصه، جبال، بترون، هول بس يشوفوا اجواء العيد، بده يشوفوا اجواء العيد. اذا معهم شويه وقت زياده بطلعهم نهر، شلال، في عندنا كثير انهر، شلالات، شو بحاول قد ما في. على فكره هود التور بقدر اعمله بنهار واحد، باخذهم على كثير محلات، بس هن بده يكونوا عم يركضوا معي ركض، لانه انا حياتي ركض. ما حدا بيلحقك، اسم الله عليك. يعني عن جد اوقات بفكر الله يساعدهم بناتك كيف بيلحقوك. بيلحقوا بابي، يلا هري اب، يو كان دو ات، يو كان، ام سو براود اوف يو. برافو، عن جد شيء بيكبر القلب لهيك لهالنموذج هيدا من الثقافه اللي تنقل من الاهل الى الاولاد. اليوم نحن هيك بفتره عيد الميلاد، يعني عن جد لبنان لبس حله العرس من بعد انقطاع سنين لورا. في شيء تغير، في هيك بتحس في ناس كمان، في اقبال عم بيجوا وعم بتلاقوا العالم بهالمناطق هيدي. في اقبال عالم هالفتره. ليك هلا كلبنانيه اكيد رح يجوا. لبناني ما بيترك بلده، بهذا العيد بالنسبه له مقدس، لازم يجي. هلا كسواح عم بيسالوا خايفين من الوضع يلي، بس في كثير ناس هلا عم تحكي، عم تسال،
وصار في حجوزات، يعني في كثير ناس جايين يشوفوا، بده يشوفوا ب3 4 ايام لبنان بعيوني. هيدا اكيد. جيلبير، نحن اليوم عن جد لقائنا برمنا فيه هيك برمات حلوه بلبنان، التمسنا تذوقك للبنان، ذوقتنا لبنان مثل كانه شيء اكله طيبه. بعرف انه انت بتحب الاكل وعندك هالشي بالعيله، يعني الوالد اللي بعرف عندكم كان عندنا مطعم لمولان، وعندكم هالفكره التذوق اللبناني للمطبخ اللبناني. هلا بيي اكسبرت بالاكل، انا بخبرهم كيف لبنان حلو، فرجيهم طعمة لبنان، طعمة لبنان، صورته الحلوه الايجابيه. هذا دائما بقول لهم صوره لبنان الحلوه والايجابيه، لانه هلا السوشيال ميديا النيوز كلها باد، يعني انت ما بيوصلك غير باد النيوز. انا لا بوصل لهم الصوره الحلوه، وفي كثير ناس بيقولوا لي جيلبير عشان مبسوط، مش قصه مبسوط، انا هدفي اوصل لك الصوره الحلوه، ما في مش هدفي اوصل لك الصوره العاطله، عاطله مين ما كان بخبرك اياها، انا فرجيك الصوره الحلوه. ان شاء الله جيلبير ابو شعر، ابو شعر ما رح تزبط معنا. جيلبير من زمان بعرفه لجيلبير، بعرفه جيلبير ان شاء الله هالصوره الحلوه تضل عم بتوصلها لكل شخص عم تتلاقى فيه من كل اقطار العالم، تضل انت وامثالك وجه لبنان الحلو يلي نحن بنفخر وبنعتز فيه. حبك يا لبنان يا وطن الغالي، حبك هي اهم شيء. سلام، واللي من يحبوا السلام حبوا بعضكم، حطوا السلام بقلبكم. هللويا. هللويا لك جيلبير. يارا خبرينا شو عندك هلا. يعني انت وجيلبير كثير هيك مثل بعض. انا بدي اتشكرك عن جد، شفنا هيك مناظر بتعقد بلبنان، وانا هلا اخذتكم لعنا عجزين. يلا